يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديدة في القناة فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. زي ما انتوا عارفين ان انا بشارك يوم في كل تفاصيله معاكم. النهاردة نبدأ اليوم بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. يا رب فرج هم كل مهموم، مجد الدين عن المدينين. قل لي اللهم امين، لعل وعسى في يوم من الايام تكون الدعوة دي من حدك ومن نصيبك. يلا بقى نكمل. باقي تنظيف الشقة انا نزلته لكم على جزئين، ده الجزء التاني. اللي ما شافش الجزء الاولاني هبقى اسيبهولكوا في اول كومنت مثبت. ان شاء الله كده هتقوموا تتشجعوا وتشوفوا اللي وراكوا بسرعه وما تكسلوش وتقولوا الجو برد وساقعه ومش هنقوم من تحت البطاطين. لا، ده احنا عايزين شويه تسلي بقى ونقعد. لا، ان شاء الله هنقوم نشوف اللي ورانا ومش هنكسل. اليوم ده طبعا كنت قبليها تعبانه وكده، ف يعني ما روقتش، ففرشت بالليل. كنت حاشه يعني فرش السرير بقى، وما كنتش حاطه عليه فرش ولا كنت حاطه عليه اي حاجه. فاللهم صل على سيدنا محمد. ففرشت الدفايه دي على طول بالليل كده، قلت مؤقتا لغايه الصبح لغايه ما اغير الفرش وكده. فاول ما قمت الصبح حشت وش المخده، حتى لو كنت شفتوه في الاول كان مختلف خالص عن الملايه اللي انا فرشتها دلوقتي. فرشت الطقم الابيض ده على الدفايه دي. فاول ما صحيت من النوم كده حشت الدفايه وفرشت ملايه نظيفه ونفضت السرير كده كويس، وبدأت ان انا ارتب في يومي. ربنا يدينا الصحة والعافية كده ونقوم نشوف ورانا ايه وما يتعبناش ابدا يا رب العالمين. عارفين التعب وحش جدا والله العظيم، وانا بسجل لكم الفيديو دلوقتي عندي صداع فظيع. انا مش عارفة اعمل ايه للصداع ده. ادعولي ان ربنا يشفيني يا رب، يشفي كل مريض. التعب وحش جدا على فكرة، فبحاول ان انا ازوح وارغي معاكم شويه علشان الصداع يروح. بس والله بحسه يعني بيزيد مع الكلام بيزيد. بس الله الله المستعان. هحاول ان انا اكمل بس معاكم الفيديو لغايه الاخر كده واشجعكم، بما ان انا تعبانه. بس انا بحب اشوف الفيديوهات، يعني انا بحب اشوف فيديوهات التنظيف علشان انا كمان بتشجع. يعني انا شايفين دلوقتي كنت الدنيا زي الفل ومخليها زي الفل، اكيد طبعا اتبهدلت عشان التعب بيزيد عليا. فقلت عشان اتشجع كده معاكم، فقلت اسجل الفيديو واتشجع. يعني انا بشجعكم وبتشجع، بشوف ناس برضو صحابي بتشجع. بحب اشوف فيديوهات كده روتينات عميقة. انا بحب ان انا ما بحبش اسيب الشقة بتاعتي متبهدلة مهما يكون التعب فيا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. يديمها علينا بس الصحة والعافية، ويديم علينا الستر. الله اقول اللهم امين يا رب العالمين. بس فلمعت بقى المرايات والكومودينات، ولميت الفرش كده بتاع الارضية علشان كنت هلم فرش الشقة كلها. لو شفتوا الجزء الاول هتبقوا عارفين. فلميت بقى اللهم صل على سيدنا محمد، الطوال اللي في الارض. وبعد كده قلت اكنس بقى الارض عشان كان فيها حاجات يعني كده إيه حاجات يعني مكان ما بناكل. ان احنا في الشتا دي صراحة بندخل الاكل على السرير، فبتبقى فيه حاجات كده رواسب. مهما ما مكان ما بتنضف، مكان ما اكلت ردة بتاعت عيش اي حاجة، مكان طفل مثلا، ان يوسف بيدخل بقى بيبقى عايز ياكل في اي حتة. فكنست كده ولميتها بالجاروف. وبعد كده جبت ميه بدوني بقى ببرسيل جل اريال، وقلت بقى عشان اخلي الاوضه ريحتها بتنور. بصوا انا نضفتها تنظيفه خليتها زي الفل ما شاء الله بتنور. او بعد بقى ما اللهم صل على سيدنا محمد، بعد ما مسحتها طبعا ونشفت شغلت المروحه علشان تنشف. وبعد كده جبت بقى معطر. اهم حاجة بعد ما تنضف المعطر بيديكي طاقة ايجابية ما شاء الله، ويخلي ريحة المكان حلوة، تبقى مفتوحة نفسك ان انت صراحة تقعدي فيه كده آه اللهم صل على سيدنا محمد قدام التلفزيون. بما ان احنا في الشتاء ما بنقومش اصلا من قدام التلفزيون خالص، بنقوم نتوضى ونصلي، ولو هنعمل اكل ونرجع نقعد قدام التلفزيون. حتى لو بنعمل اكل بنروح نعمل الاكل ونيجي نقعد قدام التلفزيون شوية. بعد كده بقى دخلت على اوضة الاطفال. كان بقالي صراحة فترة يعني من ساعة ما فرشت فرش الشتاء ما حشتش ملاية السراير بتاعت اوضة الاطفال.
ف ما حشتهاش عشان احنا مش بندخلها. لو بندخلها طبعا بحوش كل يوم الفرش اللي بننام عليه، لكن هي نظيفة ان احنا ما بندخلش فيها غير ان انا اجيب مثلا لبس ليوسف واطلع. فقلت لا بقى محتاجة ان هي الفرش يتحاش زي ما هعمل روتين قول الشقة. انا يعني لو ما كنتش نضفتها ما كنتش هحس ان انا نضفت الشقة. فلا قلت بقى ايه، حشت فرش السرير كده حسيت ان هو عليه شوية من التراب، فقلت انفض معايا الأوضة اللهم صل على سيدنا محمد، والم فرش السراير بقى كده وامسحها واظبطها واخليها ايه، اخلي الأوضة عروسة زي باقي الشقة. ما خليتها ما شاء الله، خليتها زي الفل كده وبتبرج وبتنور وريحتها ما شاء الله. يعني رغم ان هي متبهدلة شوية بس طبعا مش زي اليوم ده. يعني هي متبهدلة، ما اقولكوش اي مكان فيه ناس بيبقى بيتبهدل، مكان ما بنقعد مكان ما بنعمل. بس بسيط عن اليوم ده، انا اليوم ده كانت الشقة يعني هتشوفوا في الفيديوهات، الفيديو ده والفيديو اللي كانت ما شاء الله. يعني يمكن الكاميرا كده في حاجات متجاية، يعني انا يمكن قصة حاجات كتيرة من الفيديوهات وكده. ف بحب ان انا اديكم الطاقة الايجابية، يا رب تكونوا بتاخدوها، ويا رب تكونوا بتاخدوا كده قطعة من النشاط وتتشجعوا، يا رب تكونوا بتتحمسوا باي حاجة او بتاخدوا اي معلومة بتستفادوا مني باي حاجة. وما تنسوش اهم حاجه الدعوه الحلوه اللي قلتلك عليها، اللي انت تدعوا لي وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير. هستنى الكومنتات بتاعتكم واللايكات الحلوه، واستنى التشجيع بتاعكم ليا. انا بتشجع بيكم وانتوا اكيد بتتشجعوا بيا، فقومي كده تشجعوا وما تكسليش. وحط كده شغل التليفون جنبك واسمعيني وانت بتنضف، وهتلاقي نفسك والله العظيم اتحمست على طول. اجري ورد في القرآن، شغل جنبيك ورد في القرآن كل يوم احفظيه. هتلاقي بص ما شاء الله يعني راحتك النفسية بقت حلوة لما كل يوم تجري ورد في القرآن، او تستغفر شوية وتدعي ربنا شوية. هتلاقي الحياة بتاعتك بقت ما شاء الله، بقيتي سعيدة وفرحانة ومبسوطة، وكل حياتك هتبقى حلوة. يا رب يسعد ايامكم كلها ويفرحها ويجعلها هنا وسعادة وسرور وكل حاجة حلوة في الدنيا يا رب العالمين. قول اللهم امين. ما تنسيش بقى لو عجبتك القناة بتاعتي لايك وكومنت حلو واشتراك في القناة. يلا مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد على خير. وشايفين بقى الأوضة ما شاء الله تبارك الله، اهم حاجة زي ما قلت لكم معطر اللافندر ده. مع السلامة.